السلام عليكم، كنتمنى تشوفوا هاد الفيديو وتكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. مع اقتراب عيد الأضحى والعشر الأوائل من ذي الحجة، كنتمنى لكم عواشر مبروكة أولا، وكنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. هاد الفيديو غنشارك فيه معاكم واحد الوصفة ديال الحلوى ديال اللوز ساهلة بزاف. بواحد 600 غرام ديال اللوز غنخرجوا جوج أشكال ديال الحلوى اللي هي ساهلة ما فيهاش العجين والدليك. حلوى ساهلة وناجحة. كنتمنى أنكم تشوفوا الفيديو حتى الآخر وأنكم تجربوا. هاد الوصفة هادي راه هي ناجحة. قبل ما نبدا الفيديو، نصليو على النبي كاملين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدي وارحم موتى المسلمين جميعا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو لهاد الوصفة هادي، كما كتشوفوا عندي هنا واحد 600 غرام ديال اللوز طحنتها مع 300 غرام ديال السكر. اللي بغا يجي ناقص شويه في السكر عملوا غير 250 غرام ديال السكر. يعني كل كميه ديال اللوز كنديروا معاها نص كميه السكر. طبعا اللوز راه كنحطوه في الماء طايب، كنقشروه كنشفوه مزيان، ومن بعد كنطحنوه الطحنه الاولى بلا سكر، ومن بعد كنطحنوه الطحنه الثانيه بلا بالسكر. خصو يكون مطحون مزيان. هنا زدت واحد شويه ديال المسكه الحره، لا خفتو تجيكم مالعه تعملوا واحد ربعه ديال حبيبات المسكه الحره مطحونين مع سكر سنيده، كيعطي واحد المذاق مزيان. ما تزيدوش كميه المسكه الحره بزاف. هنا عندي المازها، دائما كنستعمل هذا النوع هذا. غادي نزيد واحد الكميه ديال المازها تقريبا نص كاس، معلقه الاولى الثانيه، بعد معالق كبار ديال المزهر. نقدروا نزيدو حتى كتر عيننا ميزاننا يكون نوعيه مزيانه. وغنزيد هنايا جوج معالق ديال الزبده ولا 20 غرام ديال الزبده. ما تكونش مارغرين، تكون زبده مزيانه باش تعطي المذاق مزيان. جوج معالق عامرين بالزبده ولا 20 غرام ديال الزبده. هذه بحراره المطبخ مع الحال سخون راكم عارفين. وجوج صفار ديال البيض، والبياض حتى في الطبيعه غادي نحتاجو من بعد جوج صفار ديال البيض. صافي. ودابا خصني ندلك مزيان هاد العجينه هادي د اللوز. خصني ندلكها حتى تخلط مزيان مزيان، لان غنشكلها وخصني تجيني شاده راسها. صافي غادي نبدا ندلكها حتى نشوف انها تماسكت مزيان ورجعت بحال شي عجينه، بحيث انني فاش نبقى نشكلها ما تبقاش تفتت. خصها تكون مجموعه مزيان. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل العجينه، وحتى كنشوف انها تحولت الى عجينه. صافي. دابا من بعد ما دلكت مزيان هذيك العجينه، قسمتها على جوج الاجزاء. احتفظت بجزء واحد في الثلاجة، وجزء هذا هو اللي غنخدم به معاكم دابا. هاد النص هذا غنخرج منه واحد الشكل د الحلوى كنسميوها الحلوى الصائية، حلوى مغربية تقليدية مشهورة بزاف، كلشي كيعدلها. هاد 300 غرام د اللوز غنخرج منها ربعة ديال الأضبان أولا ربعة ديال لي بودان، نتوما غتشوفوا. كنبقى نحابلهم بهذا الشكل هذا بشوية بشوية، واخا يتحلوا شي شوية كنحاول معاهم حتى كيشدوا راسهم. هاد الحلوى ما كتكونش كبيرة في الشكل ديالها، كتكون غير صغيرة. حلوى كنزوقوا بها الطبسيل ديال العيد، اولا نديروها في المناسبات، لان معدله غير من عجينه ديال اللوز، ما فيها لا طحين لا حتى شي حاجه. غنستمر هكا تنشكل ربعة ديال لي بودان. السمك ديالهم هانتوما كتشوفوه، ها هما بعد ما وجدوا. هنا خديت واحد 200 غرام ديال الزنجلان المصري اولا ديك الزنجلان الابيض، وداك بياض البيض اللي حصفت به قبيله هو اللي كنخدم به دابا. كندهن به هاد لي بودان ببياض البيض، ومن بعد كنوج داك الزنجلان. هاد المرحله شي شويه باسله، لان داك الزنجلان يمكن لكم تفرشوا واحد ورق المطبخ ولا بابي كويسون باش ما تولكمش الدنيا. مي انا مع الزربه مهم خدمت بهاد الطريقه هادي. كنبقاو نديرو الزنجلان وندوروها بهذا الشكل هذا. صافي. غنوضوا البال فاش نجيو نحطوها في اللاطه ولا في الطاوه ديال الفران باش ما تهرسش معنا، لان نتوما عارفين كنقربوها ما امكن
عاد كنحطوها كنهزوها هكا باش ما كتتقسمش في النُص ولا شي حاجة. صافي تقريبا دابا هي واجدة، غنستمر حتى نكمّل هادوك 4 د لي بودان كاملين. فاش كتكون بهذا الشكل هذا كناخد أي حاجة حادة بحال الموس، بحال شي حاجة اللي عريضة شي شوية بهذا الشكل هذا، وكنحاول نعمل بحال واحد الساقية أولا واحد الفراغ في وسط هذاك البودان بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، كنقطع له الجوانب لأنها نقطعها مايلة. ها هو فاش كملت هذيك الكمية اللي عندي كاملة، ها كيفاش كتجي، حلوة ساهلة الصراحة. دابا غندخلها الفران، الفران كيكون على 180 درجة، وكنعوض معاها البال، هي طايب كلشي فيها غير باش داك البيض كيطيب وكتجمع راسها. شعل عليها من الفوق والتحت ونحطها في الوسط ونخليها طيب، ما تفوتش 180 درجة في الحرارة باش تشد راسها مزيان. ها هي من بعد ما طابت خليتها أنا تتحمر شي شوية هكا. كتعجبني الحلوى د اللوز، ما كتعجبنيش ديك الحلوى البيضاء. غنخليها تبرد مزيان، ما نقطعهاش دابا، ما نخدمش بها دابا، نخليها تبرد مزيان عاد نرجع نتلاقى معاكم. هنا خديت واحد 100 غرام ديال بيستاش، كاين اللي كيدير اللوز وكيلونو، المهم أنا درت بيستاش. هنا كاينة الجليكوز وعندي هنا الناباج، غنعمل واحد 2 معالق ديال الناباج ومعلقة وحدة د الجليكوز، هادو موجودين عند العطار. كتاخدوا واحد الكمية داك الجليكوز والناباج ما كيقبحوش، كيبقاو في الثلاجة حتى العام. أنا هنا كنخلط، طحنت هذاك البيستاش، عملت 2 معالق بحال اللي قلت لكم د الناباج ومعلقة وحدة ديال الجليكوز. إلا ما تجمع لكمش الخليط كتزيدوا نتوما عينكم ميزانكم أو تخلطوا حتى تكونوا واحد لاباط، واحد العجينة. أنا تطحن لي البيستاش بزاف، نتوما خليوه غليظ من هكا شي شوية، واللي بغا يعمّر بالشوكلاط، بغا يعمّر بالكاوكاو، باش ما بغيتو. حتى هاد العجينة يمكن لكم تعدلوها، العجينة د اللوز يمكن لكم تعوضوها بعجينة الكاوكاو راه كتجي مزيانة. اللي كيعجبهم مذاق د الكاوكاو، مي هذه هي الطريقة الأصلية، هذه هي الحلوى الأصلية، كتعدل باللوز وكتعمر بالبيستاش. بيستاش ولا ما عندكمش الجليكوز عملوا غير بيستاش والعسل، بيستاش والناباج والجليكوز. كيما قلت لكم هذيك الطاسة كناخدها ب15 درهم، كتبقى لي مدة طويلة حتى العام في الثلاجة. الوقت اللي احتاج الجليكوز ها كيفاش كنعمرها، كندير 2 معالق وكنبقى غادا بشوية بشوية، معلقة كنهبط بها ومعلقة كنحط وكنخليها هكا. مباشرة كناخد واحد الموس يكون شوية ماضي ولا أي موس الكوزينة. أنا لقيت عندي هاد الكويتور، الطريقة باش ما تفتتلكمش كنعرضو يدانا كيما كتشوفوا، عرضوا يدانا في واحد الجهة ونقطعو بالجهة الأخرى، هذا هو السر باش ما تفتتلكمش. ها نتوما شوفوا كيفاش كندير، اعملوا هاد الشي، راه هي حلوة ساهلة. كنقطعها بشكل مائل، نتوما قطعوها كيفاش ما بغيتو. غادي ناخد واحد كويغطاس بويض وغادي نحط هاد الحلوى في داك الكاغيط وغنزوق أنا بواحد شوية ديك الواد البلدي. كلشي اللي مولا كيديرو في الحلوى كيزيد واحد الشكل مزيون الصراحة. ما بغيتوش تعملوه ما تعملوهش، بغيتو تعملو شوية ديال ديك لي سوريس كونفي في الحمار باش يعطيكم شوية د الكلا للحلوى اللي بغيتو. المهم أنا عطيتكم الفكرة الحلوى الأصلية وانتوما ها كيفاش كتجي. حلوى رائعة سهلة وما كتاخدش الوقت بزاف. بحال اللي قلت لكم هاد الطويصة هادي راه فيها 300 غرام ديال اللوز. خرجت لي تقريبا واحد 50 حبة ديال هاد الحلوى الساقية، يمكن نزوقو بها الطبيصلات ديالنا د العيد، المناسبات، شي عراضة، راسنا نفرحو راسنا، علاش لا. حليوة مزيونة وسهلة ومن أسهل ما يكون. كنتمنى أنكم ما تعكزوش عليها وتجربوها في هاد العيد إن شاء الله بحول الله. هنا كنوريكم كيفاش كتجي عن قرب. قلت لكم تقدموها في واحد بلاطو هذا مستطيل، أنا قدمتها في هاد الإناء هذا تقليدي حتى هو. بالنسبة للنص الثاني ديال العجينة د اللوز غنحضر بها معكم واحد الحلوى سبق لي تشاركتها معكم بالتفصيل في القناة. حتى هي غنحتاج لها ما تبقى من بياض البيض وداك الزنجلان. غادي نعمل واحد الكويرات. غنستعمل هاد المنبل الأحسن كيعاون أن هاد الحلوى تاخد فورمة معوطة، وغنعمل فيها هادوك الكويرطاس كما كتشوفوا. غنكور واحد الكرة صغيرة، غنطيحها في بياض البيض ومن بعد نلويها في هذاك الزنجلان ونحطها في هاد لومول هذا. الكرة تقريبا ما عرفتش شحال فيها، المهم عينكم ميزانكم. حلوة ساهلة مهلة.
هاد المولون سيليكون ولا أي مول آخر، المهم باش تبقى الحلوى شادة الفورمة. صافي من بعد ما كوّرتها غنزوقها. هنا خديت غير واحد ربع قرقاعة. فاش أديت معاكم الفيديو الأول شحال هادي كنت زوّقتها بنُص قرقاعة، حتى ب4 قرقاعة كتجي مزيانة، كيما كتشوفوا حلوى ساهلة مهلة. نزوقوا بها بحال اللي قُلت لكم بلاطوات ديال العيد. صافي غندخّلها طيب حتى هي على 180 درجة، يمكننا ندخلوها جوج شكل الحلوى مع بعضياتهم، داك الشكل الأول ديال الصاقية وهذا، وكيطيبوا في ساعة ما كياخدوش الوقت بزاف. ها هي من بعد ما طابت وشدت راسها كنبركو كنلقاوها شادة راسها شي شوية، نخليوها حتى تبرد. وهنا غادي نقدّمها في هاد البلاطو هذا النيت اللي قدّمت فيه الحلوى الأخرى. حلوى رائعة في المذاق، داك المسكة الحرة كتعطيها واحد المذاق غزال، وداك الزنجلان كيعطيها واحد التقرميشة، وداك ربع كلكاع بحال اللي قُلت لكم. حلوى المنظر ديالها مزيون، المذاق ديالها لذيذ، الطريقة ديالها ساهلة، المقادير ديالها بسيطة. يمكننا نحتفظوا بهاد الحلوى هادي في الفريغو أطول مدة ممكنة، ما كيجرى لها والو، ما كيتغير لا الشكل ديالها لا المذاق لا حتى شي حاجة. يمكننا نحتفظوا بها، نعدلوها على تيسان إلا جا عندنا شي ضيف، لا بغينا حنا نديروها مع كاس ديال أتاي، ولا نوجدوها للعيد على تيسان. كنتمنى يكون هاد الفيديو اللي قدمت اليوم عجبكم، وكنتمنى تفاعلوا معاه باش تشجعوني هكا نزيد دي فيديو آخرين الحلوى أخرى ناوية نعدلها إن شاء الله بحول الله. وكنتمنى تدخل عليكم هاد الأيام المباركة ما كنتمناو إن شاء الله مغفرة الذنوب، لأنها أفضل الأيام عند الله تعالى هي هاد العشر الأوائل من ذي الحجة. وكنتمنى يدخل عليكم عيد الأضحى بما كنتمناو إن شاء الله يا ربي.